ابنك ممكن يكون عارف كل الاي بي سي ولكن هو لسه مش جاهز للقرايه. اعملي معاه الاختبار ده في 20 ثانيه بس وهتكتشف الحل. حطي ايدك على بقك وابداي قولي له ها. احنا عايزين الصوت مش الحرف، مش هنقول اتش. دلوقتي سمعي لي 4 كلمات دول ببطء. هات، hen، horse، frog. في 3 كلمات بيبداوا بحرف الاتش، لو عرفهم يبقى هو كده جاب 3 من 3. ايه هم ال3؟ هات وهن وهورس. بس لو ما عرفهمش يبقى هو جاب 1 أو 2 من 3. على فكرة لو ما عرفش يحل مش هنقول له انت غلطان. طب هنعمل ايه؟ هنبدا نراجع تاني الفرق ما بين حرف الاتش وحرف الاف. وبعد ما الطفل يقدر يميز الاصوات ال3 هنفتح مع بعض بيج 37 من كتاب ليترلاند، وده علشان بس نبدا نتاكد ان كل حرف من دول هو قادر يميزه في اول الكلمه. فهنقول له هات، هن، هاند وهورس. فكره لو عملنا سكان هنا هتطلع لنا الصفحه دي. الصفحه دي بتقول ايه؟ بتقول ان كل الحروف دي فيها نفس الاصوات، وهنسمعها تاني. fish, frog, وفي صفحه 38 انا مش عايز منك غير انك تعرف اول صوت في الكلمه. هنا مثلا هان اتش، وهنا فان اف، وهنا جت جي، وهنا ايس كريم اي. وبكده طفلك يكون عارف بدايات الاصوات وقادر يميزها. في الفيديو الجاي انا هقول لك ليه اي مش بس معناها انا وخلاص.